السلام عليكم. اليوم راح أحكي لكم قصة ياسين بن زية العائد من الموت. قبل أن نبدأ لا تنسي الصلاة على النبي ووضع اشتراك ولايك لكي يصلك كل جديد. ولد ياسين بن زية يوم 8 سبتمبر أيلول 1998 بمدينة سان أوبان لي إيلباف الفرنسية من أبوين جزائريين. وقد بدأ لعب كرة القدم في سن السادسة من عمره ضمن نادي سان أوبان من عام 2000 إلى 2005 قبل الانضمام لفريق أويسيل لموسم واحد 2005-2006، ثم لنادي كوديبيكي من 2006 إلى 2009، ثم لنادي كيفيلي في موسم 2009-2010. ثم عاش النجم الجزائري أقصى تجربة في حياته عندما تعرض لحادث مرور خطير يوم 22 مايو أيار كاد أن يودي بحياته، أو في أحسن الأحوال بتر يده اليسرى، لكن لطف الله سبحانه أولا، ثم خضوعه ل11 عملية جراحية كاملة أعاد له الأمل في العيش المريح واستئناف ممارسة رياضته المفضلة. ورغم بتر أحد أصابع يده اليسرى فإن بن زية استعاد وظيفة استعمال يده. نعم، لقد نجح ياسين بن زية، ومن حقه الشعور بالسعادة بعد الكفاح الطويل الذي قام به للعودة إلى حياته العادية ولنشاطه الرياضي، وخاصة بعد تألق كبير مع منتخب جزائري حيث سجل هدفين وتمريرة حاسمة لي يؤكد للجميع أنه شخص صبور ومثابر. وفي الأخير لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك لكي يصلك كل جديد.